بتعملي الايس كريم وبيطلعش معاكي مظبوط وبيبقى عامل زي التلج كده، تعالى اقولك ازاي تعمليه يطلع معاكي كريمي ومظبوط وقوامه حلو قوي كده زي اللي بتجيبيه من بره بالظبط. حطي لايك ويلا بينا نشوف الطريقه بتاعتنا والمكونات عشان تعملي احلى ايس كريم في البيت. اول حاجه هجيب كوبايه الا ربع من الميه المثلجه، وعليها كوبايه كبيره من الكريم شانتيه الخام. بعد كده هقلبهم مع بعض كده ونضربهم بقى كويس كده بالمضرب لغايه لما تبقى الكريمه بتاعتك حلوة كده وكلها تدوب كده تعمل معاكي فوق. ودي الخطوة اللي كلنا بنغلط فيها وكنا بنعمله، نحط الفاكهة على الكريم شانتيه ونضربهم مع بعض في الخلاط. دي غلط جدا، بتخلي الايس كريم بتاعك عامل زي التلج ومش بتبقى فيه كريمة. لازم تدوبي الكريمة لوحدها وبعد كده تضيفي لها المكونات الباقية. بس كده بعد ما الكريمة بقت عاملة زي الفوم كده وتقلت معايا، بصي القوام بتاعها بقت كريمي كده. لما اجي اكل ايس كريم هلاقيه كريمي كده معايا، ما يبقاش فيه تلج. عندي بقى هعمله بالمانجا. هاخد شوية كده من الكريمة اللي احنا ضربناها وهضيفهم على المانجا ونقلبهم مع بعض كده، وهي هديهم ضربة بالمضرب الكهربائي لغاية لما الخليط كله يبقى حلو كده مع بعضه ويناعم. بصوا كده خلاص خلصنا ايس كريم المانجا. حطيه بقى في اي علبة عندك او كوباية كده في الفريزر عشان نجمده مع بعض. هفضي بقى المكونات بتاعتي كلها وهخبطها كده عشان لو فيها اي هوا تطلع. بعد كده عندي هعمل ايس كريم الشوكولاتة. هحط باقي الكريمة، بعد كده هضيف عليها معلقتين صغيرين من الكاكاو الخام، ده كاكاو اسباني. ما تكتريش عشان تبقى طعمها حلو كده وخفيف. عايزه بقى تعززي الطعم اكتر هتحطي يا اما شويه نوتيلا يا اما معلقه كبيره كده او معلقتين كبار من صوص الشوكولاته. معلقتين كده من صوص الشوكولاته واقلبهم مع بعض كويس. هيديكي احلى كريم شانتيه سوري احلى ايس كريم بالشوكولاته. كده خلاص خلصنا الايس كريم بالشوكولاته. برضو نفس الطريقه وهسيبهم على جنب. حبيت بقى اعمل كمان شوية تاني فجبت بقى حبة كريمة تاني وضربتهم وقلت اعمل لهم ايس كريم بالبوريو او الاوريو حسب ما انتي متوفر وعايزة تعملي. هتكسريه صغير كده وهتحطيه على الكريم شانتيه اللي احنا محضرينه وهقلبهم مع بعض كويس. وبرده تقليبه حلوة كده وكده بقى جاهز معاكي احلى ايس كريم اوريو. وبرده هحطها في الكوباية او العلبة بتاعتي. بس كده خلصت معاكم المانجا والشوكولاته والاوريو. هسيبهم بقى واحطهم في التلاجة حوالي 3 4 ساعات كده لغايه ما يتجمدوا معايا. وبعد كده بقى نشوف الايس كريم بتاعنا. كده بعد ما الايس كريم خلاص كده بقى جاهز معايا، زينته كده من فوق بشويه كده من الاوريو، وحطيت بقى على الشوكولاته شويه كده من الشوكولات شيبس. بس كده اي تزيين بقى انتوا حابينه كده من عندكم. كده بقى جاهز معانا الايس كريم بعد ما خرج من الفريزر. هنحطه بقى مع بعض كده في الكوبايات كده ونشوف الايس كريم بتاعنا. بصوا القوام بتاعه كده كريمي وحلو قوي ازاي باين اهو في الفيديو. وكمان زينته كده بشويه من الكونو وشويه من الشوكليت شيبس. بصوا الكريمه بتاعته حلوه وطعمه بجد تحفه جدا، وحاجه نظيفه وسهله واي فاكهه عندك موجوده هتعمليها مع شويه كريم شانتيه هتعملي احلى ايس كريم في البيت. يا رب يكون بقى الطريقة. ما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناة. كنت معاكم مطبخ لينا.